النهاردة ب10 جنيه بس هنعلف الطيور بتاعتنا علفة العجول. العلفة دي رهيبة في زيادة الوزن، وكمان هقول لكم على مشروب رهيب جدا في زيادة انتاج البيض. هنزود ارباحنا ب10 جنيه بس، هنوفر فلوسنا، وكمان هنوصل الطيور بتاعتنا لأوزان رهيبة جدا، رافع مناعة وفاتح شهية ومضاد حيوي بيقضي على اي مرض عند الطيور بتاعتنا. ساعة للعلف ونستقبل بقى علفة العجول. العلفة دي رهيبة في زيادة الوزن بمكونات بسيطة وكمان رخيصة جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه النهاردة يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال دايما يا رب. قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وتحطوا لايك للفيديو ده وتشترك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض روتين سهل وبسيط، وكمان هقول لكم على علفة العجول للطيور. العلفة دي رهيبة جدا في زيادة الوزن، هتوصل الطيور بتاعتنا لأوزان رهيبة جدا في خلال وقت قصير جدا، وكمان بتفتح الشهية، بتخلي الطيور بتاعتنا تاكل اكتر، وبسم الله ما شاء الله توصل لأوزان رهيبة جدا في خلال وقت قصير جدا. وغير كده ان هي بتدي للطيور بتاعتنا مناعة قوية جدا تقدر تتحمل اي مرض، وكمان مضاد حيوي قوي جدا بيطرد اي مرض عند الطيور بتاعتنا. المشروب اللي هنعمله النهاردة رهيب جدا في زيادة الوزن وزيادة انتاج البيض، ملان بالفيتامينات والبروتينات، في كميات عالية جدا من الفيتامينات والبروتينات والكالسيوم والاملاح المعدنية والالياف. يعني الحاجتين اللي انا هقوله لكم النهارده، العلفة والمشروب، رهيبين جدا في زيادة الوزن وكمان رافع مناعة، في كميات عالية جدا من الفيتامينات والبروتينات، وبيفتح الشهية، مضاد حيوي قوي جدا. فنتابع الفيديو ده للنهاية، وكمان نحط لايك علشان الفيديو ينتشر يوصل لناس كتيرة جدا ويستفادوا من الفيديو ده بإذن الله. أول حاجة هنبدأ بيها، وأنا خرجت الطيور بتاعتي كده على السطح كلها علشان يتهوم كده، والطيور بتحب ان هي تخرج، ما بتحبش ان هي تتحبس وقت طويل. حاجة كده عرفتهم العلفة القوية، علفة العجول. تعالوا بقى لما اقول لكم ايه هي علفة العجول. دشيش عليه ردة خشنة، عليه علف، عليه كزب، عليه عيش مجفف. الخمس حاجات دول لهم فوائد رهيبة جدا في زيادة الوزن، وكمان بعض الفلاحين بيعملوا العلفة دي للعجول بتاعتهم او للبقر بتاعتهم، لا مؤاخذة يعني في الكلمة. العلفة دي رهيبة جدا في زيادة الوزن، هتوصل معانا البط لأوزان عملاقة، والطيور بتاعتنا لأوزان عملاقة جدا في خلال وقت قصير جدا. ان شاء الله البط بتاعنا هيوصل ل8 كيلو في خلال 4 شهور بس. طبعا عن تجربة انا بجرب العلفة دي على طول، وزي ما قلت لكم دورة البط اللي فاتت انا ما كنتش بصور فيها، كنت اصلا لسه ما فتحتش القناة، فكنت بجرب عليها كل الحاجات اللي انا بطلع اقولها لكم دي. بسم الله ما شاء الله كانت بتجيب معايا نتائج رهيبة جدا يا حبايب قلبي. يعني الذكر اللي واقف هناك ده والبطتين التانيين عندي من الدورة اللي فاتت زي ما انتم شايفين كده، الاوزان بتاعتهم رهيبة. كان الذكر يا حبايب قلبي، ذكر البط بيوصل معايا ل8 كيلو في خلال 4 شهور بس، كنت ببيع ذكر البط 8 كيلو. بسم الله ما شاء الله العلفة دي رهيبة جدا في زيادة الوزن، ما بطلعش اقول لكم كلمة غير وانا واثقة فيها 100%، واثقة ان هي هتفكم وهتاخدوا منها معلومات، ولو جربتوها بإذن الله هتشوفوا الفوائد بتاعتها رهيبة جدا على الطيور بتاعكم بإذن الله. دي العلفة زي ما قلت لكم، دشيش عليه ردة خشنة، عليه عليقة، عليه كزب، عليه عيش مجفف. العلفة دي علفة العجول للطيور. العلفة دي زي ما قلت لكم رهيبة جدا في زيادة الوزن. تعالوا بقى نعرف المشروب اللي بيزيد الوزن، اللي فيه كميات كبيرة جدا من الفيتامينات، اللي بيرفع المناعة وبيفتح الشهية، وكمان رهيب جدا في زيادة انتاج البيض. المشروب ده الحلبة والعسل. الحلبة والعسل دول مكونين موجودين في كل بيت، زودوا معانا انتاج البيض بشكل غير طبيعي جدا. الفراخ بتاعتنا بتبدأ تبيض من عمر 4 شهور. لو عندنا فراخ قطعة بقالها فترة وعملنا لها المشروب ده، فبإذن الله هتبيض معانا وتبدأ تبيض. المشروب ده فيه فوائد رهيبة جدا لزيادة انتاج البيض، وكمان رهيب جدا في زيادة الوزن. ممكن نعمل المشروب ده لجميع الطيور عندنا، سواء كانت فراخ ساسو او بط او فراخ بلدي او فراخ بيضة او فراخ رومي. المشروب ده فيه فوائد رهيبة جدا لجميع انواع الطيور، رهيب جدا في زيادة الوزن، هيخلي الطيور بتاعتنا تشتغل لحم وتوصل لوزن رهيب جدا في خلال وقت قصير جدا. الفراخ بتاعتنا هتوصل لوزن عملاق كده، ان هو فيه كميات عالية جدا من الفيتامينات والبروتينات، الكالسيوم والاملاح المعدنية اللي مهم جدا نديها للطيور بتاعتنا.
بسم الله ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين كده خرجت الطيور بتاعتي على السطح وعرفتهم العلفة اللي انا قلتلكوا عليها. العلفة دي بسم الله ما شاء الله بتوصل معانا الطيور لاوزان رهيبة. عند البط عمره النهاردة 60 يوم بسم الله ما شاء الله، الوزن 2 كيلو و2 كيلو وربع. وكمان البط الصغير لسه موزنتوش بس بسم الله ما شاء الله باين على الحجم بتاعه. والفراخ الساسو بتاعتي عمرها النهاردة 40 يوم بسم الله ما شاء الله، الفراخ بتاعتي كيلو ونص و2 الا ربع بسم الله ما شاء الله. والفراخ البلدي طبعا ما بوزنهاش لان انا سايباها للبيض. عارفه اللي احنا عملناها النهارده دي فيها فوائد رهيبه جدا، وكمان المشروب فيه فوائد رهيبه جدا. العلفة دي علفة العجول للطيور، انا اطلقت عليها الاسم ده ليه؟ لان هي رهيبة جدا في زيادة الوزن، وزي ما قلت لكم بعض الفلاحين بيحطوها للعجول بتاعتهم لان العلفة دي بتوصل لاوزان رهيبة جدا في خلال وقت قصير جدا. البط بتاعنا او الطيور بتاعتنا هتوصل لها اوزان عملاقة في خلال وقت قصير، زي ما قلت لكم هتوصل معانا البط ل 8 كيلو في خلال 4 شهور بس. وغير كده المشروب اللي احنا عملناه رهيب جدا في زيادة انتاج البيض، هيوصل معانا الفراخ لاوزان عملاقة. وكمان رهيب جدا في زيادة انتاج البيض، الدنيا هتمطر عين البيض بعد ما نجرب المشروب ده. زي ما قلت لكم في كميات عالية جدا من الفيتامينات والبروتينات والكالسيوم والاملاح المعدنية والفيتامينات. هي دي العلفات او المشروبات اللي لازم نديها للبط بتاعنا من عمر صغير، علشان ولا يجيله كساح ولا يجيله افتراس، لان الافتراس والكساح زي ما قلت لكم في فيديو قبل كده ان هو بيجي نتيجة نقص فيتامينات ونقص بروتينات. فالمشروب او العلفة اللي احنا عاملينهم النهارده دول فيهم فوائد رهيبة جدا فيهم. يعني المشروب ده او الوجبة دي، الوجبة او العلفة اللي احنا عاملينها النهارده تعتبر وجبة غذائية متكاملة للطيور بتاعتنا، وجبة غذائية متكاملة. دي العلفات القوية، العلفات القوية اللي بتزيد الوزن بسرعة الصاروخ. العلفات دي رهيبة جدا في زيادة الوزن. المشروب ده فيه فوائد رهيبة جدا، اتمنى ان انتم تجربوا العلفة دي وتكتبوا لي التجربة في الكومنتات. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان الفيديو ده ينتشر يوصل ناس كتيرة جدا ويستفادوا من الفيديو بإذن الله بشكل كامل. مع السلامة، اشوفكم في فيديو جديد يا حبايب قلبي.